السلام عليكم محبتي. اليوم راح أتكلم عن الأخوة اللي بعمري اللي حسوا وصلوا عمر بعد 55 وحس إنه ما سوى الشي اللي بباله، أو أو مقارنة بأقرانه هو متأخر أو يحس ما مسوي شي، رغم إنه ربى أولاد ووصلوا الأولاد وتزوجوا وطلعوا أو وصلوا الشهادات وأعمال ناجحين. ولكن الشخصية نفسها نحن كأشخاص نحس ممكن فاقدين الشي إحنا ما مسوينه، حتى لو كنا مسوين الكثير. والسبب إنه المقارنة حاليا عالم الانترنت فظيع. تقعد تصفح السوشيال ميديا تشوف نفسك هذا عمره 22 سنة صار مليونير بيوم وليلة من التيك توك أو اليوتيوب. هذا صار جينيوس خرافي بالاي اي، يبلبس لك الاي اي وشنو البرومبت وشنو شلون يطلع فيديوهات، وشوف نفسك انت يعني مو يما يعني ما تقدر توصل للي حتى لو تحاول. بس أنا ما أتكلم على الكل، ربما بعضنا بهذا العمر واصل الهندسة الكمبيوتر والكودينج والهذي. بس عموما الشباب يكونون أسرع من عندنا بالتعلم في عالم التكنولوجيا، فإحنا ما نقدر نقارن نفسنا بهؤلاء الشباب. يعني إذا نقعد خصوصا قبل كنا يعني بأعمارنا قبل انتشار الإنترنت الناس تقارن نفسها بجيرانه، بصديقه بالإعدادية، يلتقي بصديق بعد سنين ويشوفه ممكن هو متقدم أكثر من عنده، تصدف يعني. بينما الآن يعني التليفون بجيبك تطلعه تشوف هذا اللي صار مليونير، وهذا اللي ملك شركة بالاي اي وهم اصغر من عمرك بكثير يعني. والامثلة سريعة يعني، مو تشوف ورا سنة او يعني كل لحظة تشوف هذا الشيء. فهذا يعني يصير عندنا تشوش بالافكار. يعني لازم نرجع لي ورا شوية، نرجع لي ورا. احنا اللي سويناه ربينا أولاد، وصلناهم المرحلة، أنجزنا بحياتنا ما أنجزنا. مو شرط احنا نقارن نفسنا مع كل شخص يوصل إلى مرحلة. بالأخير احنا لازم نرجع إلى نقطة الهدوء، نركز على شيء واحد. أنا مدرس، أركز في أفكاري وأعمالي وكيف أوصل طلابي لآخر مرحلة. أنا مهندس أهتم بهندستي، نعم أطور نفسي ولكن بدون ما أقارن نفسي بالصراع. لأنه التكنولوجيا الآن والاي اي يعني كل 3 أيام، مو قبل كنا نقول بعالم الانترنت كل 6 أشهر اكو شيء يتغير العالم. ناو وي الاي اي كل 3 أيام شيء جديد، وانا اذا اركض ورا كل شيء يعني مهما يكون ما راح الحق يعني. فلازم واحد يرجع إلى هدوءه وتأمله والتقاط الأنفاس والتركيز. بس هذه حبيت أوضح هذه النقطة، طبعا توصية لنفسي ولإخواني بعمري أنه شوية نرتب
أمورنا وشوية نرجع إلى تأملاتنا وإلى وضعنا الطبيعي بدون ما نحاول نقارن. وأنا متأكد كلكم أديتوا ما عليكم وكبرتوا الجيل ووصلتوا طلاب إلى جامعات أو تخرجوا أو تزوجوا أو صار عندهم عوائل وهم ناجحين الآن. فأكيد نجاحنا من نجاح الأجيال اللي راح تستلم من بعدنا. وشكرا لكم، تحياتي لكم.